السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم على ما هي الفيزا الاف 1 ويعني ايه اصلا ندرس في امريكا، وازاي اصلا نوصل لمرحله ان احنا نقدم على دراسه في امريكا، وازاي نقدر نخش المقابله، وايه هي الاوراق المطلوبه منك علشان تقدر تقدم على هذا النوع من الفيزا. ده اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. ولكن لو ما تعرفش انا مين واول مره تشوفني، فانا اسمي احمد بيقولوا لي جاكسون. ممكن افيدك جدا في مواضيع السفر ان شاء الله عن طريق الخبره والتجربه، واكثر من 11 سنه في امريكا، وكمان بقدم هذا النوع من الكونتنت ان شاء الله في مساعدتك ان شاء الله باذن الله الاتيان الى هذه البلد والاستقرار فيها. ويلا بينا نبتدي عشان ما نضيعش. اتكلم معاك على الفيزا الاف 1. انا قلت لكم ان ده افضل نوع فيزا حاليا من نسب القبول. الناس تقول لي طب ما الفيزا احنا عارفينها اصلا، انت بتقول عليها ليه؟ انا مش بقول لكم على نوع فيزا جديد، انا بقول لك على نوع فيزا القبول فيه اكتر شويه. لو قلنا السياحه مثلا 50% رفض وقبول، الفيزا الدراسيه الاف 1 دي دلوقتي نسبتها اعلى شويه، قلت زي مثلا 75% قبول عن الرفض. ده رقم اول حاجه. دلوقتي انا واحد انا عايز افهم ازاي نقدر نقدم على الاف 1، وايه الورق اللي بيحتاجوه، ومين ممكن يسهل علينا نطلع الاوراق دي، ولو في اوراق مش جاهزه ازاي يقدروا يساعدونا فيها ان هم يجهزوها لنا او يجيبوها لنا عشان نقدر نقدم. لان من المشاكل اللي معظم الناس بتقابلها ان هو ياخد اصلا قبول من جامعه في مجال معين، او ان هو ياخد قبول من معهد لغوي اصلا. لان معظم الناس بتقدم كتير جدا وبتدفع الفيز بتاعه الابلكيشنز بتاعه الجامعات والمعاهد، وفي نفس الوقت بيترفضوا فبيروح عليهم الفلوس دي. ده بقى اللي انا جاي اقوله لك واساعدك فيه وافهمك الموضوع بيمشي ازاي خطوه بخطوه، والاوراق اللي بتطلع، وتقدر تفهم الناس اللي بيقدموا لك دول بيقدموه ازاي، ايه الخطوات اللي بيعملوها، ايه هو طريقه شغلهم اصلا، عشان تقدر تفهم الموضوع ماشي ازاي من اوله لاخره ان شاء الله. كده انا اتكلمت معاكم في اول مشكله، وهي ان الناس بتقدم كتير وبيجي لها رفض، فبيروح عليهم فلوس من الابلكيشنز بتاعه المؤسسات الجامعيه او المعاهد اللغويه. المشكله الثانيه اللي بتقابل الناس في تقديم على هذا النوع من الفيزا هو البنك ستيتمنت. ان انت يكون عندك حساب بنكي يغطي مصاريف بتاعه الجامعه او المعاهد اللغويه. فدي تاني مشكله بتقابلنا في مرحله القبول بتاع الجامعات عشان نقدر نخش على الفيزا الاف 1. من المشاكل برضو اللي بتقابلنا وهي ان معظم الناس مش بيبقى معاها شهادات معتمده من مؤسسات ليها علاقه باللغه الانجليزيه من مصر، زي التويفل مثلا والايلتس والكلام ده كله. طيب ازاي احنا ما بيبقاش معانا الحاجات دي؟ احنا بيبقى في مننا كتير جدا بيتكلم انجلش كويس بس برضو مش معاه الشهادات دي، مش بيحتاجوا ياخدوها. مثلا بيبقى عارف يتكلم انجلش وما خدهاش. فمعظم الجامعات وانت تقدم عليها بيقولوا لك ان ما فيش قبول اصلا بيجي، او ما ينفعش اصلا تقدم معانا في العموم علشان انت مش معاك الشهاده. فدي برضو من الحاجات اللي بتعصلك شويه موضوع الاف 1 فيزا. النهارده بقى انا جاي اتكلم معاك في الاوراق تانية كمان اللي بتطلع من اداره الهجره الامريكيه ومن الجامعات والمؤسسات التعليميه في العموم، علشان ده الورق اللي انت بتبقى محتاجه عشان تقدر اصلا تخش المقابله. انت لما بيجي لك قبول من معهد او جامعه بيطلع لك حاجه اسمها الاي 24. الاي 24 دي زي ما تقول كده الورقه اللي بيوثق فيها ان انت فعلا في جامعه قبلك، وفي كود نمبر للجامعه ده SEVIS، والكود ده بيبقى ليه علاقه بالسيستم الامريكي، ان دي مؤسسه فعلا تعليميه ومؤسسه موثوق منها، فبيبقى في حاجه اسمها سكول كود، والسكول كود ده بيتحط على الاف 1، وبيتحط الاف 1 ده كمان المكان اللي انت رايح تدرس فيه. يعني ليتس سي مثلا انا رايح ادرس في جامعه، فبيبقى مكتوب في الاف 1 بتاعتي دي المكان بتاع الجامعه، اسم الجامعه. رايح ادرس في مؤسسه تعليميه مثلا لغه انجليزيه، بيبقى كاتب برضو اسم المكان ده على البتاع، وان انا رايح ادرسها فتره كذا لكذا، ودي مدتها مثلا سنه او سنتين. فدي الحاجات اللي بتبقى مكتوبه في الاي 20. الحاجه الثانيه برضو ودي من اداره الهجره الامريكيه، حاجه اسمها الاي 901، ودي مصاريف بتدفع لاداره الهجره الامريكيه، ليها علاقه باليو اس سي اس برضو، بان انت فعلا مقبول الجامعه اللي انت رايح تدرس فيها، ودي المؤسسه التعليميه اللي انت رايح تدرس فيها، وانت فعلا دفعت المصاريف دي، واحنا مستنيينك. المفروض من فتره زمنيه طويله جدا كان القبول في السفاره كان اسهل عن طريق ان انت تروح على دراسه اللغه. معظم الناس ما بيبقاش محتاجه ان هي تبقى معاها شهاده لغه عشان تقدم على الاف 1، فبتروح تدرس لغه. بمعنى انا دلوقتي لو رايح قاعد في مصر اهو النهارده، او قاعد في اي بلد مش تفرق، وعايز ان دي بيمشي على اي دوله في العالم، وعايز ادرس في مجال جامعي، عايز ادرس هندسه مثلا، بروح اقدم في الجامعات بيسالوك معاك شهاده معتمده من لغه انجليزيه عشان تدرس عندنا؟ فلا مش معايا، فبضطر ان انا اقدم على دراسه لغه، وانا بقدم على دراسه لغه مش بيحتاجوا مني ان يكون معايا شهاده لغه، وبالتالي بتقدر تطلع على الاف 1 فيزا دي. ده كان زمان، لا ان انت رايح تدرس لغه انجليزيه في امريكا، كانت زمان بتعدي جدا في السفاره والناس كانت بتقبل الفيزا عادي جدا. اما دلوقتي حرفيا وفي معظم سفارات العالم كله تبص لك كده انت رايح تدرس لغه انجليزيه، رفض. لا انت شكلك مش رايح تسافر عشان اللغه الانجليزيه. فبقوا بيدوا معظم الناس للاسف الشديد رفض، لان هم كانوا عارفين دي اسهل في التقديم مع انها غاليه برضو. فاحنا بقينا نعمل ايه؟ نصعب الموضوع. لا انت عشان نقبلك شويه في الفيزا، يا اما تكون رايح على جامعه في مجال معين اوريدي واخد الشهاده الانجليزيه من البلد اللي انت فيها، او ان انت رايح تدرس حاجتين مع بعض. يعني ايه رايح ادرس حاجتين مع بعض؟ يعني زي ما قلت لكم ان الاف 1 بيبقى مكتوب فيها انت رايح تدرس ايه، نفس الاف 1 دي بيبقى مكتوب فيها ميجر 1 وميجر 2. يعني انا رايح ادرس حاجه وبعد كده بكمل المسار الدراسي
بتاعي في حاجه تانية، وده برضو بيبقى معتمد جوه امريكا. بمعنى انا رايح ادرس ميجر 1 في معهد لغوي عشان اتعلم لغه في اول سنه، وبعد كده جاي لي قبول بعدها على طول بعد ما اخلص المعهد اللغوي في مجال معين جوه جامعه معينه. احنا كده بنقول للسفاره ان احنا عندنا مسار دراسي، انا رايح فعلا علشان ادرس لغه انجليزيه، وبعدها فعلا عشان اروح ادرس المجال اللي انا حابب ان انا ادرسه ان شاء الله، علشان اقدر ان انا اخد فرص احسن في شغل او حتى في بلدي او في دوله عربيه، مش هيفرق. ولكن انا هنا فعلا اعرف قد ايه ان انا رايح فعلا عشان ادرس، مش مجرد ان انا رايح وخلاص عشان امشي ولا حاجه. وده بتبقى اوقع بكتير جدا واحسن بكتير جدا. هل في الحاله دي احنا محتاجين لبنك ستيتمنت؟ هل احنا محتاجين ندرس اللغه الشهاده؟ خلي البنك ستيتمنت دلوقتي على جنب، ولكن في الحاله دي احنا مش محتاجين تاني الموضوع بتاع شهاده اللغه من البلد اللي انت مقدم منها، ان انت اوريدي رايح تدرس لغه وبعد كده رايح تكمل المسار الدراسي في جامعه معتمده في مجال معين. كده يبقى احنا حلينا اول مشكله وانت فهمتها معايا. طيب تاني مشكله وهي البنك ستيتمنت. البنك ستيتمنت الطبيعي ان انت يكون معاك بنك ستيتمنت، وده يكون افضل طبعا. والناس كانت بتسال دايما ده يكون كام تقريبا. انا دايما بقول مثلا ما بين 100,000 ل 200,000 جنيه في البنك ستيتمنت بتاعك عشان مصاريف حياتك في العموم لما تيجي باذن الله. انا ليه بقول لكم ان يكون افضل ان انتوا يكون معاكم بنك اكاونت؟ لان ما ينفعش حد في الحياه يكون مسافر دوله هيدرس فيها لاكتر من سنتين وثلاثه وهو مش معاه اصلا بنك اكاونت. دي it doesn't make sense. لان انت حتى لو لقيت حد ان هو يكفر مصاريف الجامعه او الكليه او حتى المكان اللي انت هتسكن فيه، ده مش معناه ان انت مش هتصرف على اكل وشرب، على لبس، تنظيف هدوم، على اي حاجه. فمن الطبيعي جدا ان انت يكون معاك بنك اكاونت ممكن تصرف منه لاي غرض شخصي. حلو. فعشان كده دايما الواحد يقول يستحسن ان انت يكون معاك بنك اكاونت، لان عادي جدا ممكن لما يبقى هم متاكدين ان انت فعلا رايح علشان تدرس وحبوا ان هم يزودوا شويه عليك الضغط عشان يتاكدوا، هيسالوك على البنك اكاونت بتاعك. فيكون افضل انت يكون معاك بنك اكاونت. انا هنا بتكلم على وجودك جوه مقابله السفاره، لكن اصلا انت لو مش معاك بنك اكاونت تقدمه للجامعات او المعاهد، انت 90% هيجي لك رفض الجامعه او المؤسسه التعليميه دي. من الحاجات بقى الكويسه ان برنامج ارافيستا اللي انا قلت لكم عليه قبل كده في الفيديو اللي فات، هو بيقدم حاجه اسمها سبورتد فاينانشال ليتر، بان هو هيعمل كفرنج لكل مصاريف الجامعه التويشن بتاعتها او المؤسسه التعليميه، وكمان السكن اللي انت هتكون قاعد فيه ان شاء الله. وبالتالي لما بيتقدم الاوراق بتاعتك للجامعات ومعاهد اللغه بيبقى فيه نسبه قبول اعلى من الرفض. علشان كده بيسهل امور قبول الجامعات والمعاهد اللغويه ليك. والحاجه الكويسه برضو ان لو لا قدر الله انت بعد ما قدمت ودفعت الفلوس وكل الكلام ده وما جاش قبول من الكليات او المعاهد اللغويه ليك، بيرجعوا لك الفلوس كلها. يعني احسن بكتير لما تروح تقدم لوحدك في كميه جامعات او معاهد لغويه ولما بيتم الرفض انت ما بتاخدش الابلكيشن فيز اللي انت دفعتها لهم علشان تقدم عندهم اصلا. انا بصراحه شايف ان دي حاجه مميزه جدا، ان انا ابقى عندي فرصه ان انا اقدم مع جامعات ومعاهد لغويه، وفي نفس الوقت لو لا قدر الله حصل لي رفض منهم هقدر ان انا اخد فلوسي تاني كامله بالكامل. شكرا جزيلا. طب ولو تم القبول نكمل بقى. فدي كده من ناحيه الجامعه والمؤسسه التعليميه. وقلت لكم ان وانت داخل المقابله بتاعه الفيزا انت تبقى محتاج ان انت يكون معاك بنك اكاونت تاني علشان بتعلي الفرص اكتر كمان. لكن انت نفس الورقه اللي بتتقدم للجامعات والمعاهد دي برضو بتتبعت لك، فانت ممكن تاخدها معاك المقابله بتاعه السفاره ان شاء الله، على اساس انت معاك حد داعم كمان لمصاريف الجامعه وكمان السكن بتاعك. فلما بيسالوك تقدر برضو تديهم الورقه دي. وبالتالي دي الطريقه اللي بيتحل بيها موضوع البنك ستيتمنت بالنسبه للجامعات الامريكيه والمعاهد اللغويه واداره الهجره الامريكيه برضو، وكمان بالنسبه للسفاره اللي انت مقدم منها ان شاء الله جوه بلدك. بس يا سيدي، ودي حل المشكله الثانيه بالنسبه لهذا النوع من الفيزا. طيب من الاسئله بقى اللي بتيجي كتير واللي هم بعتلهم لي والناس بعتتهم لي، طيب احنا دلوقتي الفلوس اللي احنا هيتعمل لنا كفرنج بيها دي هل هتخش في الحساب بتاعنا؟ يعني الاكيد انه لا. انت لما تروح ان شاء الله وتبتدي تدرس تقدر انك تدفع كل شهر المصاريف بتاعه الدراسه بتاعتك. يعني ليتس سي المصاريف بتاعه الدراسه بتاعه اللغه ممكن تخش لها مثلا في حوالي $650 في الشهر، وده بالتالي معناه ان انت كل شهر بتدفع $650 علشان تقدر تكمل الدراسه بتاعتك. السؤال اللي بعده، هل احنا نقدر نشتغل مع الدراسه؟ بالتاكيد تقدر ان انت تشتغل مع الدراسه من غير اي مشاكل خالص. دي برضو النقطه المهمه اللي الناس كتيره كده بتسال عليها. وفي سؤال مهم جدا برضو كان بيجي كتير قوي وبعت لي من جهتين، وهو لو حصل رفض في الفيزا نفسها مش من بقى الجامعه والمعهد، لا خلاص انا بضحك عليك يا صديقي العزيز، ده قلت لك ان في حد يضمن اصلا قبول للفيزا بتاعتك ذات نفسها. دي حاجه
ترجع للمقابله بتاعتك وتجهيزك فيها والحاجات دي كلها. ولكن لو لا قدر الله اترفضت فيها فللاسف الشديد دي مش حاجه بترجع اصلا للشركه او الجامعه او المؤسسه او حتى اداره الهجره الامريكيه. فانت بالتالي معظم الفلوس اللي اتدفعت دي بتروح للناس دي، والناس دي مش بترجع لك الفلوس عشان انت اترفضت في الفيزا. تخيل معايا مثلا انت قدمت على دراسه، دفعت مصاريف التقديم، لما اتقبلت خلاص الحمد لله، بس انت اترفضت في السفاره عندك في بلدك، هل هتروح للجامعه اللي في امريكا تقول لهم والله انا عايز الفلوس بتاعت الابلكيشن اللي انا عملتها عشان اترفضت؟ مش هيدوك حاجه خلاص. هو ده الريسك على فكره، زي بالظبط اي حد بيقدم على اي سفر. يعني الناس اللي بتقدم على سياحه مثلا، ما هو بتدفع $250 او $185 على حسب نوع الفيزا علشان في الاخر تخش، ولا قدر الله لو حصل رفض ما هي الفلوس دي مش بترجع. مش عشان حصل لك رفض في السفاره هيدوك فلوس الابوينتمنت بتاعتك، لا خلاص. وهو ده على فكره الريسك. بس هل الريسك ده تاخده ولا ما تاخدوش؟ هل انت تغامر في الريسك ده عشان تيجي وتدرس هكذا؟ انا شايف ان انت 100% طبعا تاخد هذا الريسك لو طبعا انت مقتدر وتقدر تعمل ده. لو في اي اسئله ثانيه ممكن تسالوها تحت في الكومنت، لو انا في حاجه ناسيها برضو. انا بحاول افتكر معظم الاسئله اللي جت دي من ناحيتين والله. طبعا في اسئله بقى اللي هو معتمده موثوق فيها 100%، يعني موضوع معتمده او موثوق فيها كاوراق، الحاجات دي كلها معتمده، الحاجات دي 100%. انا عملتها مع ناس انا اعرفهم شخصيا، واللي خلاني كمان اقول لكم ان دي من اعلى نسب القبول، لان انا اعرف ناس كتير جدا ما شاء الله قدمت واتقبلت. في ناس ثانيه رفضت، بس انا بقول لك ان اعلى نسبه، يعني النسبه الاعلى كانت في القبول الحمد لله. بس يا سيدي وده كل حاجه. هل لما نقدر نيجي بقى لو عندك اي سؤال من الناحيه دي ممكن تسالها ان شاء الله في الكومنتس تحت، وانا باذن الله افيدك على قد ما اقدر ان شاء الله. بس يا ريت تعمل لايك وفولو وشير وسبسكرايب. لو عندك اي سؤال ممكن تفعل الجرس باذن الله عشان الفيديوهات اللي جايه اكيد اكتر من اللي فاتت باذن الله. ولو لينا عمر اشوفكم على خير، ويا رب تكونوا في افضل حال. ربنا يكرمكم ويكرمنا ان شاء الله، كل واحد يحقق اللي نفسه فيه. انا هنا كنت موجود علشان اقدر افيدكم على قد ما اقدر بالمعلومه اللي انتم محتاجينها. لو في حاجه نسيتها اكتبوا لي تحت في الكومنتس ان شاء الله اقولها لكم. ولو انت في حاجه عايز تعرفها اكتر برضه ممكن تسالها ان شاء الله واعمل لك عليها فيديو باذن الله. انا كده حاولت ان حد ما ان انا اوضح لك الكلام، ولكن انا سبت لكم الرقم بتاعهم هسيبه لكم تاني تحت هنا ان شاء الله لبرنامج ارافيستا. في اسئله تانيه اللي هو لما نيجي نقدر نعمل ايه، هل نقدر نعمل تشينج اوف ستاتس، هنغير وضعنا لدراسه لو احنا موجودين على اي نوع فيزا، هم بيقدروا يعملوا ده برضه ليك، بالتالي انت تبقى قاعد قانوني تدرس، وهكذا حاجات كتير قوي. يعني كنت تسالوهم برضه عن طريق info@arafista.com او بعت لهم رساله على الواتساب بزنس بتاعهم ان شاء الله هم يفيدوك. اشوفكم على خير، ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم احمد ديوري جاكسون، سلام.